في المستور مع نجوى ناجي. عيلة كاملة من الجواسيس كانوا سبب في استشهاد الفريق عبد المنعم رياض اللي كان مكرس حياته كلها لبلده والجيش بلده. المهم بقى، تعالوا يلا عشان احكي لكم حكاية العيلة المنيلة على عينها دي. سنة 67 كانت من أسوأ السنين اللي عدت على مصريين، لأن سينا كانت في حصار تام بسبب اللي ما يتسموش، وكانوا الناس اللي عايشين فيها مش عارفين يخرجوا منها حتى يروحوا القاهرة، تحس ان هم اتحبسوا، وكان الفقر والجوع منتشرين جدا بسبب الحصار بتاعهم ده. المهم خلينا في الجواسيس بتوعنا انشراح موسى وابراهيم سعيد وولادهم. سنة 37 اتولدت انشراح علي موسى في المنيا، ودايما انشراح كانت متمردة على عيشتها وعلى العادات والتقاليد اللي موجودة في بلدها. قابلت بقى انشراح ابراهيم سعيد اللي اتولد في العريش سنة 29، ومن أول ما شافته أعجبت بيه. عريس يماي طخوا بس ما تعوروش. وعشان كانوا هما الاتنين نفس الدماغ ونفس الميول، فإبراهيم أعجب بانشراح زيها بالظبط. لكن بقى لما أهلها عرفوا إن إبراهيم ده من العريش وإن هي هتتجوز وتروح تعيش هناك، رفضوا الجوازة أصلاً. لكن انشراح طبعاً ما سكتتش وفضلت تزن على أبوها لغاية ما وافق على جوازها من إبراهيم سنة 55، وطلعوا على العريش وعاشوا هناك. وبعد 9 شهور بالظبط جابوا أول بلوى نبيل، وبعده جابوا ولد تاني وسموه محمد، والأخراني بقى آخر العنقود كان اسمه عادل. إبراهيم وانشراح بقى ما كانوش كملوا تعليمهم، يعني خدوا الإعدادية بالعافية، وبقى عندهم عقدة بسبب الموضوع ده. وفعلا اتفقوا الاتنين إن هم يعلموا عيالهم.